هي غرفة الجنايات الابتدائية كانت صائبة في الحكم ديالها، وإن كنا اعتبرنا على أن اعتبرت بعض الجهات بأنه حكم يعني غير منصف إلى غير ذلك. أنا كنقول المحكمة هذه قناعة المحكمة بطبيعة هي اللي كتأدي لهذه النتيجة أو لهذا الواقع. حينما يكون القاضي قناعته ويصدر حكمه، إذا ارتأت الفئات الأخرى أو بعض الجهات، لأن حتى جهة الدفاع حتى حنا كذلك استأنفنا هذا الحكم، لأننا كذلك حنا قلنا بأن البراءة كانت هي الأصل، باعتبار على أن المحضر ديال الضبط القضائي فيه هناك إنكار بالنسبة لجوج ديال الأطراف، جوج ديال المتهمين كينكروا في سائر الأطوار ديال البحث التمهيدي، وكذلك خلال المرحلة ديال التحقيق كذلك كينكروا. كذلك الشاهد اللي اعتبروه هي قاصر بطبيعة الحال، وتيقول لك الاب ديالها بانه مورس عليها، وهذا تنقول بطبيعه الحال الراي على ان كيقول لك الاب ديالها بانه مورس عليها عنف في تلك الشهاده. تنقول المحكمه وجات وبالفعل انها استبعدت الشهاده الاوليه ديالها عن الدرك الملكي، وتتقول لك اودي بانها بالفعل هذه الاخيره انها لم تصرح بتلك التصريحات، واكدت امام السيد قاضي التحقيق. ارتأى النظر السيد قاضي احاله الملف او القضيه كذلك برمتها على غرفه الجنايه الابتدائيه. الجنايه الابتدائيه كانت بطبيعه الحال لها قناعتها، لها قولتها، وكذلك قوله قانونيه، لان استندت على القانون في القول او في اصدار ذلك الحكم. كجهه بطبيعه جهه الدفاع استأنفنا هذا الحكم، لأن قلنا بأنه كان يعني على الأقل كنا كنلتمسوا البراءة لجوج الأطراف. الطرف الثالث بطبيعة الحال لأنه تيقول لك بأن الحمل كان من صلبه، هذه مسألة اللي هي جينية تثبتها العلم هو الذي أثبتها، لكن ماشي 100%، وكيقول لك 99.99%. إذن لا بد أن نقول على أن حتى هذه المسألة هذه ديال إثبات الجنين، لأن لا زال المتهم ينفي أو ينكر كذلك قيامه بأي فعل، هو تينكر كذلك في سائر الأطوار كلهم تينكروا هذه المسألة هذه. كتبقى مسألة ديال تكوين المحكمة للقناعة ديالها. بطبيعة الحال القضاء ديالنا حنا هو قضاء نزيه، قضاء يعني تيشرف البلاد لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي. تدخل بعض الجهات كنلتمس انا على ان هذه الجهات مثلا اللي كتآزر الضحية تؤازر جميع الضحايا وجميع الملفات، ولا تسدي ملفا دون ملف آخر. بطبيعة الحال المحكمة ديال غرفة الجناية الاستئنافية سوف تقول كلمتها في هذا الموضوع هذا، وبطبيعة الحال هي غتكون القناعة ديالها، لكن بعيدا عن التشويش أو التأثير عليه. هذه هي اهم نقطه. انا لا اظن، ما عرفتش بالضبط، يعني المحكمه هي اللي غادي تقرر نهايه الماضي، لان غادي نبداو المرافعات الى غير ذلك، وغادي يشوفوا المحكمه واش هي بالفعل غادا المحكمه غادي تسترسل او لا غتاجل المحاكمه للترافع في جلسه اخرى للاستماع، لان كاين هناك عده جهات اللي هي نصبات كمطالبه بالحق المدني، جهات حقوقيه نسائيه بطبيعه الحال، وهذا يثلج الصدر في الحقيقه ان الجهات النسويه اللي كتآزر هذا مساله هي معقوله. ولكن بالمقابل لا ننسى ان كذلك المتهم ان قانون البراءه هي الاصل، وان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. مازال عندنا محكمه النقد سوف تقول كذلك كلمتها في هذا الملف، ولهذا يجب ان ننتظر دون تشويش ودون ابداء راي. ممكن نبدي راي قانوني ولكن لا اصدر الاحكام.